ده كان الزمالك. في ناس كتير تقول لك الزمالك خسر وكان لازم يخسر. ايوه ليه كان لازم يخسر؟ لان التاريخ بيعيد نفسه. ايوه ليه التاريخ بيعيد نفسه؟ يعني مين اللي اجبر التاريخ انه يعيد نفسه؟ مين اللي لوى دراع التاريخ وقال له اتفضل عيد نفسك؟ التاريخ ما بيعيدش نفسه خالص. الزمالك هو اللي زي ما قلت لكم قبل كده، بعد الفرحه الكبيره بيغمي عينه عن اي تحديات جايه، وبعد بعد الحزن الكبير بينفعل جدا فبيدمر اي فرصه في تحديات جايه. مش واضحه؟ يمكن توضح في التقرير ده. التاريخ يعيد نفسه، كليشيه كلنا بنردده، لكن نردده نصدقه؟ لا، التاريخ ما بيعيدش نفسه، مفيش ما يجبره اصلا انه يعيد نفسه. الانسان اللي ما بيتعلمش من اخطائه هو اللي بيفضل يرتكبها ويحصل على نفس النتائج، وهو معتقد ان كل ده بيحصل لمجرد ان التاريخ هو اللي بيعيد نفسه. 2002 فرحة كبيرة بالفوز بالتشامبيونز ليج الافريقي، بعدها بايام مباراة امام انبي، تعادل وخسارة نقطتين مهمين في دوري صعب. 2003 الدوري يتحقق بمعجزة، مش ناقص الزمالك غير يدوس وياخد الكاس السهل عشان يؤكد سطوته المحلية ويتجه للقارية. الزمالك في اسبوع واحد بيخسر كاس مصر امام جولدي اللي هبط في نفس السنة، وبيخرج من بطولة افريقيا امام سيمبا التنزاني، سيمبا وكمان تنزاني. 2004 الفوز بالدوري بدون هزيمة، تحقيق الكاس يضمن ثنائية تعوض ضياع ثنائية الموسم اللي قبله. الزمالك قرر ما يتغلبش تاني ابدا من جولدي، اتغلب المرة دي من الترسانة اللي هبط برضه في نفس السنة. 2015 اخيرا تتحقق الثنائية اللي هموت عليها، فزنا على الاهلي في نهائي الكاس 2-0، بعدها بايام كانت سوسة. 2017 الفوز على الاهلي في السوبر، ولسه بنقول ها هوب ماتش الانتاج. المشكلة مش في التاريخ، الزمالك هو اللي ما بيعرفش يفرح من غير ما يزعل. نحن من نعيد التاريخ، التاريخ لا يعيد نفسه.